ما تسالش اي حد ماشي في الشارع. في حال كنت رايح مكان معين ومش عارف انت هتروح فين ولا هتركب منين ولا الى اخره يعني، فانا هقول لك النهارده انت تسال مين امتى. يعني مثلا لو انت بتسال على محل، لما تسال بواب عماره، لما تسال اي بقال قاعد في المحل، خصوصا لو انت بتتكلم في شوارع ضيقه وفرعيه وبص يعني اللي هو في المناطق الشعبيه يعني. انما لو عايز تروح منطقه معينه او تركب مواصله، فانت هنا هتدخل في دائره اوسع من الناس اللي ما تعرفش تقول ما اعرفش. طب ايه الحل بقى يعني نعمل ايه؟ هقول لك لازم انك تكون قاري الاذكار كويس، وتفضل دايما تخلي الحاجه ربنا يديها الصحه او اي مخلوق انت بتحبه يدعي لك ربنا يبعت لك ولاد الحلال، عشان لما تسال اي حد يدلك صح. انما انت مستني مني الاجابه السحريه؟ ليه شايفني مصباح علاء الدين؟ ما انا بتسوح على طول والله. اخر حاجه ممكن اوصل لها ان انا ممكن اسال سواق على الطريق او حد هيركب مواصله. يعني بص تلاقي واحد بيستنى ميكروباص، هقول له انا عايز اروح المكان الفلاني اركب ايه. يعني بحاول اصغر الدائره بص عشان احصل على الاجابه اللي انا عايزها، ولكن ما وعدكش برضه يعني. ولكن انت مفكر برضه ان مفيش حل؟ هقول لك في حل، الا وهو جروبات الفيسبوك. زي جروب ازاي اروح شكرا اللي انا شخصيا بعتمد عليه في بعض المواقف. هتنزل السؤال بتاعك او هتبحث عنه داخل الجروب، لا اما هتلاقي ناس سالت السؤال قبل منك او انك تسال انت شخصيا بنفسك. انت طبعا ممكن تستعبطني وتقول يا عم اللي هو لسه هسال على جروب الفيسبوك، هقول لك ايوه وفعلا الناس بترد على طول وده عن تجربه شخصيه. وفي برضه اللي بيفتي هناك يعني، ما مش هقول لك ان ما فيش حد بيفتيش، لا برضه هتلاقي. اصل البني ادم اللي على الفيسبوك هو نفسه البني ادم اللي على الشارع صباح الفل يعني. ولكن انا الهدف من الفيديو ان انا احاول ان انا اقصر او اصغر الدائره بحيث ان انت تحصل على الاجابه باسرع وقت ممكن وباقل مجهود، علشان انا حاسس بيك وكلنا حاسين ببعض. وبما انك عديت يعني خد لك لفه في الحساب علشان تشوف المحتوى اللي انا بعمله، يعني هيفيدك برضه لو انت فقري زي كده وبتركب مواصلات. صباح الفل.